كنت معزومة النهاردة على الفطار ودخلت عليهم وفي ايدي بامية. الحلة بتاعتي معلقة سمنة كبيرة، معلقة سمنة بلدي حلوة كده، وبعدين نزلت باللحمة بتاعتي وشوحتها. هشوحها تشويحة خفيفة علشان ما تغمقش السمنة بتاعتي اللي انا هشتغل بيها بعدين. كده حلو قوي. هخرجها. بعدين هنزل ببصلاية متوسطة، انا فرمتها بالسكينة، يعني ما فرمتهاش لا في كبة ولا بشرتها. بعدين في قلاية تانية معلقة سمنة صغيرة، وبعدين نزلت عليها بالثوم، كام فص ثوم مفرومين ومعاهم فلفل حار. هبتدي اشوح البامية اللي انا قمعتها من يومين، كنت حطاها في الفريزر. الخطوة دي بتفرق قوي في تسوية البامية على فكرة، وبتخلي طعمها وريحتها حلوة قوي اثناء السوا. هنا البصلة بتاعتي بقى لونها ذهبي. اول ما توصل للون ده هروح ضايفه لها كام فص ثوم مفرومين، ومعاها كمان فلفل حار اللي انا بحبه مع البامية، وده حسب الرغبة. بعدين هنزل بالصلصة، يعني لو صلصة فريش طماطم فريش هيبقى حلو قوي. هنا خلاص البامية بتاعتي اخدت اللون الاخضر الحلو ده، اخدها. بعدين انزل باللحمة في الصلصة، وكمان هضيف البامية وهقلبهم علشان ياخدوا من طعم بعض كده. وبعدين هنزل بالبهارات بتاعتي. هي مش بتحب بهارات كتير، يعني انا اكتفيت بالملح والفلفل الاسود، وكمان ضفت شوية نعناع مجفف ومعلقة سكر. بس هخلي الملح قبل السوا كده بربع ساعة. بعدين ضفت المية، هقلبها تقريبا كده علشان البهارات اللي انا حطيتها. بعدين هغطيها واسيبها تستوي. في البداية هسيبها على نار عالية، وبعد كده ههدي النار لغاية ما تتم النضج بتاعها. هنا قبل السوا اخدت الملح وضفته للبامية، وبعدين هغطيها وبس كده، سيبها على نار هادية لغاية ما تستوي. ده شكلها بعد ما استوت. ريحتها كانت رهيبة بصراحة. وكل سنة وانتم طيبين. وبس كده.